السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى لكم يا ربي تكون في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو. ساليتوا الحلوه ولا مازال؟ وزيدكم هذه الحليوه الصراحه الغريبه خطيره، وما كاينش شي مائده مغربيه ما كنحطوش فيها الغريبه، صراحه كتجي روعه وبغيت نشاركها معكم بهذه الطريقه. اول حاجه البنات غندير هنايا 250 ديال الزبده، 250 ديال الزبده مارغرين بحال كما كتشوفوا هنايا. ديال الباطا عندي فيها 500 غرام، وغندير 250 وغنخدمها مع 2 كيسان ديال الزيت. بغيت تنقصوا من المقادير نقصوا، بغيت تضاعفوهم ضاعفوهم اللي تبغيو على حسب. صافي البنات، هنا كنخدم الزبده وكنخدم السكر سنيده، كنخدمهم مزيان تيولي لنا بحال البوماده. وغادا نزيد عليهم البنات هنايا واحد شويه ديال الملح، قبيصه ديال الملحه، وغنزيد عليهم شويه ديال الفاني. بالنسبه اللي ما كانش متوفر عندك فاني وبغيتي ديري شويه ديال القرفه، دير شويه ديال القرفه. صافي زدت البنات هاد الساشي ديال الفاني، عجبتني بالنسبه ديال الفاني، وكما قلت لكم اللي بغى يدير شويه ديال القرفه ينسم شويه ديال القرفه. صافي غنخدمهم مزيان، وغادا نزيد عليهم 2 كيسان ديال الزيت ديال العنبه. المقادير 2 كيسان ديال الزيت ديال العنبه. وبالنسبه لبنات اللوز والزنجلان، انا اللوز حمرته بالقشره ديالو، بالقشره وهرمشته، ها هو كيبان في الكاس، غير هاد اللقطه راه غتمشي ليا. ها هو النص ديال الزنجلان وكاس ديال اللوز بالقشور ديالو محمر. اللي بغى يستغنى عنه يدير غير زنجلان، يدير غير زنجلان. انا غير ملي غادا ندير نزيدهم غتمشي ليا هاد اللقطه. وهزيت بات واحد الكاس ديال الدقيق وحمرته. كاس ديال الدقيق ضروري تحمروه، كتعطينا واحد النسمه الغريبه. صافي هنايا زدت كاس ديال الدقيق محمر، وزدت كاس ديال اللوز مهرمش، ونص كاس ديال الزنجلان. هما اللي زدت البنات، هما المقادير ديال الغريبه. وصافي هنا خدات معايا 700 غرام، وحيدت من داك الكاس اللي حمرت. انتما البنات 700 غرام اللي خدات معايا. وانتما كتبقاو تزيدوا الدقيق بشويه بشويه حتى تحصلوا على واحد العجين مرمل، يكون شويه ما يكونش العجينه تكون تفرتت، ما تكونش مجموعه العجين، وعاوتاني ما تكونش قاصحه باش تبغي تجمعيها ما تصيبيش كيفاش تجمعيها الغريبه. المهم انا كنبقى نزيد شويه بشويه حتى نحصل له هذاك العجين المرمل. انتم البنات غتشوفوا القوام ديالو. كنبقى نزيد شويه بشويه، تنقول اللهم نزيد شويه بشويه، معلقه معلقه. الا فوتي فيه الدقيق صافي كيقصح، ما كتجيش ديك الغريبه اللي بغينا حنايا. صافي ضروري البنات هنايا في هاد اللحظه تغطيوها وخليوها واحد 10 دقائق ترتاح. غطيوها، ما انا ما درت لا حكاكه ولا فيها لا تماره ولا عدم. غطيتها وخليتها بين ما مشيت شعلت الفران ووجدت حدايا. صافي جيت عاد بديت نكور فيها. صافي البنات كما كتشوفوا بديت كنكور فيها، وكنديرها البنات في الطاوه ديال الغريبه. واللي ما عندوش راه ماشي مشكل. المهم النتيجه راه كتجي بحال بحال. صافي انتما كما كتشوفوا العجين ناجحه 100%، كما كتشوفوا مرمله ماشي قاصحه، ما كتعذبكش تبقى يجمع ما تجمعش، كتبقى تفتت بزاف. هذه البنات راه كتجي، ما نقولش لكم كتجي هشيشه مرمله خفيفه، ما كتجيش مدقصه ولا ثقيله. صافي غادي نستمر البنات هنايا نكور. نسالي الكميه. انا هنا البنات عندي اللاطه غادي دات ليا غير 24 حبه، والاخرى غنخليها نغطيها ونخليها حتى طيب ليا هذه. صافي من بعد البنات هذه هي الطاوه، ضروري نبرك عليهم واحد شويه بحال هكا باش يشد، باش ما يطيحوش، باش ما يزلقوش. صافي وغندخلهم الفران شاعل من الفوق ومن التحت. شعلته درت له 200 ديال الحراره من الفوق ومن التحت. دابا غادي ندخلها، غادي نقص وغنخلي الفران شاعل من الفوق ومن التحت. كان كيشعل عندكم التحت بوحدو والفوق بوحدو، شعلوا الفوق هو الاول. وهذه هي النتيجه البنات من بعد ما خرجتها من الفران. كتجي روعه، كتجي مذاق ديالها زوين، كتجي خفيفه، وكتجي كلها مشقه مفرقعه يعني كما نقولوا. وهذا ما كنتمنىكم تجربوها، وإلا عجباتكم خليو لي في التعاليق، وما تنسونيش باللايك وتبارطاجيو القناه. وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد، اللي يدخل عليكم الصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي.